الجو حر وعايزة تاكلي حاجة حلوة ومكسلة تقفي في المطبخ وتولعي الفرن، يبقى مفيش غير الكيكة ديت. اسهل كيكة ممكن تعمليها حلا بارد بدون فرن ولا بيض. حتى لو انت مبتدئة وملكيش في الحلويات، بمكونات سهلة هتعمليها. شايفين الكيكة كريمية ازاي وجميلة؟ لا ولا الطبقات بتاعتها. احلى كيكة ممكن تعمليها، مكونات سهلة وبسيطة. تعالى اقولك الطريقة ازاي بمكونات مظبوطة وهتطلع معاكي زي ما انت شايفة كده. قبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة اجهز الطبقة الاولى. انا استعملت في قالب الكيك دوت، انت ممكن تستعملي في اي حاجة، صينية ألمونيا، صينية تيفال، مدورة، مربعة، زي ما تحبي. طبقة البسكوت، هتجيبي شوية لبن وتبلي البسكوت كده في اللبن انا بحط طبقتين فوق بعض. لو اول مرة تشوفوني، دي قناتي طبلية وحصيرة الست منى. ما تنسينيش بقى في لايك واشتراك في القناة وشير عشان يوصلك كل جديد، فضلا وليس امرا. انا كده خلصت الطبقة الاولى. الطبقة التانية اجيب حلة احط فيها كوبايتين لبن ومعلقتين كبار كاستر، انا بستعمل النوع دوت، ومعلقة واحدة بس كريم كراميل، وتقلبي كويس قوي كده على البارد، ومزودة معلقة سكر كبيرة وتقلبي، وبعدين تحطيه على البوتاجاز. وانتي حطاه على البوتاجاز ايدك فيه، تفضلي تقلبي فيه لغاية ما الخليط يتقل معاكي بالمنظر ده. شايفين بقى ازاي؟ وزي ما هو كده هو بسخن، تقومي حطاه على طبقة البسكوت اللي انتي عملتيها. وكده احنا حطينا الطبقة التانية بتاعتنا، هتوزعيها كويس جدا، هتساوي السطح، وتركنيها نص ساعة بس تبرد او تهدى شوية. نيجي بقى للطبقة التالتة. معايا هجيب باكو جيلي فراولة، انا بحب الفراولة مع الكاستر بيديها طعم خطير بصراحة. وتحطي كوباية مية سخنة مغلية وتقلبي كويس، وبعدين تقومي مزودة مية ساقعة وتفضلي تقلبي كويس لغاية ما الجيلي والسكر يدوب معاكي. لو حابة تزودي سكر زودي. وكده بعد ما الكاستر بتاعنا مسك شوية، هو كده تماسك خالص وعمل قشرة كده من فوق، اقوم حاطة الجيلي عليه بالراحة كده، بنفس الطريقة كده اوزعه بالراحة. هو كده كده يتساوى السطح لوحده، وتقومي حاطاه في التلاجة لمدة 4 ساعات. وكده بعد ما عدى 4 ساعات او اقل كمان، هتقومي عاملة القالب كده حواليه عشان تعرفي تقطعي. ودوقي بقى احلى كيكة كريمية بدون فرن ولا بيض. شايفين حتة الكيكة طالعة ازاي؟ حلا بارد سهل اللي انت تعمليه بمكونات بسيطة، ومش هياخد منك وقت، ومش هتقفي في المطبخ كتير. وده كده نهاية الفيديو. ما تنسينيش بقى في اللايك والشير، والف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.